بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على مشاهديني الكرام. يا رب يسعد قلبكم ويكبر بخاطر كل واحدة فيكم تصلي على الرسول وتعملي لايك. أنا فادية قاسم، ودي قناتي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك واللايك والشير. النهارده هنعمل زي ما انتم شايفين كده طاجن مكرونة بالجمبري. طاجن مكرونة بالجمبري ما اقولكمش بقى كان جميل قد ايه. شايفين الجبنة بقى السايحة على الوش، حاجة روعة. ممكن تعملي كمية كبيرة مرة واحدة في طاجن كبير، وممكن تعمليها طواجن صغيرة لو عندك طواجن صغيرة. أول حاجة هنعملها نسخن مية وهنحط المكرونة المقصوصة فيها تستوي كده 3/4 سوا. انا مش عايزاها تستوي خالص لان لسه هتدخل الفرن، مش عايزاها برضو نية علشان هتاخد وقت معاكي وهتعذبك في الفرن. ف3/4 سوا حلوة قوي. عبال ما تستوي بقى المكرونة هنكون جايبين الفلفل بتاعنا الأحمر ده هو الجميل، وهنقطعه كده جوليان قطع كده كبيرة شوية زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبه على جنب. هناخد برضو طماطماية كده كبيرة ونقطعها زي الفلفل بالظبط جوليان كده، قطع طماطماية واحدة مش أكتر ولا أقل. هنجيب كمان حزمة شبت كده، هناخد الورق بتاعها تقطعيها قطع صغيرة خالص كده على قد ما تقدري، وترمي العود بتاعها. يعني احنا هناخد الأوراق بتاعتها بس زي ما انتم شايفين كده. هناخد الأوراق بتاعتها ونحطها في طبق لوحده على جنب، هنشوف هنعمل بيهم ايه. شايفين احنا خلاص قطعنا الخضار بتاعنا. هنيجي بقى للجمبري. الجمبري طبعا قشرته وغسلته وشلت شريط الرمل اللي فيه، وبعدين جبت شوية زيت كده وقطعة زبدة وحطيتها على النار، وهنجيب كام فص توم كده، راس توم كده، هنبشرها ونحطها على النار على الزبدة بقى والزيت لغاية ما تشمي ريحة التقلية دي. عارفة ريحة الطشة دي والتقلية بتاعة الملوخية بس من غير كزبرة. هتحطيها كده تشمي ريحة التوم كده ملئت المطبخ. هنجيب بقى الجمبري بتاعنا ونعصر عليه ليمونية. هننزل الجمبري بتاعنا كده ونقلبه كده كام تقليبة لغاية ما نحط طبعا البهارات بتاعتنا. في الوقت ده القشر بتاعه مش هنرميه، هنكون حطيناه في ميه وهنعمل منه الشوربه المتينه بتاعت الجمبري. هنا حطيت نص معلقه كمون، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، ومعلقه مرقه فوريه. اي مرقه عندك هتحطيها، مش مشكله بتاعت ايه هتحطيها، وتقلبيه كده وتكون على نار عاليه عشان ما ينزلش ميه كتير. شايفين لونه بقى جميل ازاي من البابريكا والبهارات اللي حطيناه. اول ما تحسي انه استوى ننزل بالفلفل والطماطم الجوليان اللي احنا قطعناهم. هتقلبيه كام تقليبه كده. انا مش عايزاه يتقلل لان الجمبري مش عايزاه يغيب على النار لان الجمبري طبعا مش بياخد سوا. هننشل الجمبري كده على جنب. هنا بعد ما شلنا الجمبري كده على جنب هنحط حوالي 3 معالق زيت، وكمان 3 قطع من الزبده. اول ما يسيحوا كده مع الصوص اللي نزل من الجمبري هنضيف 4 معالق هرمية كده من الدقيق. ده هنعمل البشاميل اللي هيتحط في وسط المكرونة. زي ما انتم شايفين كده بيدي طعم وريحة. الصوص بتاع الجمبري بيدي طعم وريحة في منتهى الروعة. اول ما تشمي كده ريحه الدقيق استوى معاكي هننزل بميه الجمبري. الروز طبعا والقشر بتاع الجمبري انا سلقته على جنب، حطيت له بهاراته طبعا زي ما انتم عارفين، والبصل والكمون وكل حاجه والشطه والفلفل الاسود. وهنحط الميه، نضيف الاول الميه وبعدين تضيفي اللبن. انا حطيت حوالي لتر ونص ميه جمبري على لبن، ومعلقه ملح، ومعلقه مرقه فوريه برضو. زي ما انتم شايفين كده هنصبر على البشاميل لغايه ما يتقل معايا، بس ما يتقلش قوي. يعني انا عايزه البشاميل خفيف، يعني لو لقيتيه تقيل زوديه ميه زوديه لبن مفيش اي مشكله. هنحط في الاخر خالص بعد ما البشاميل تتاكدي ان هو استوى معاكي هنحطه هنضيف الشبت بتاعنا. تقلبيه كام تقليبه كده وتنزعي من على النار. هنا هنحضر الطاجن بتاعنا اللي هنعمل فيه. لو طاجن كبير زي ما انتم شايفين او طواجن صغيره لو عايزين بالعدد، كل واحد طاجن صغير ممكن تعملي نفس الطريقه دي في الطواجن الصغيره. تحطي اول حاجه شويه بشاميل، وبعدين شويه مكرونه، طبقه بشاميل وطبقه مكرونه، وبعدين طبقه جمبري. هنقعد نكرر زي ما انتم شايفين كده، هنكررها كذا مرة، طبقة وطبقة وطبقة. تعملي طبقات مختلفة كده، بشاميل مكرونة جمبري. بس أهم حاجة تخلي شوية جمبري للآخر، هنشوف هنعمل بيهم ايه. شايفين طبقات
مختلفة من البشاميل والمكرونة والجمبري. بتدي شكل جميل قوي، وبتدي طعم في منتهى الروعة، بيبقى مختلط ببعضه شكله زي بتاع المطاعم بالظبط. هتحطي البشاميل بتاعك وتكرري نفس العملية لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك كلها. هنحط الطاجن في الفرن، وبعد ما يستوي خالص، يعني خلاص اطمنتي ان المكرونة بتاعتك استوت، هنبدأ نحط الجمبري بتاعنا. هتحطي زي ما انت شايفة كده طبقة الجمبري الأخيرة، وبعدين شوية بقى جبنة موتزاريلا كده على الوش. ده بقى لزوم الدلع، يعني لو عايزه تدلعي بقى الاكله تحطي شويه جبنه موتزاريلا، ما عندكيش برضو مفيش مشكله، هتطلع في منتهى الروعه ومنتهى الجمال، عشان ينقصها اي حاجه. شايفين بعد ما طلعت بقى من الفرن، شايفين حاجة في منتهى الروعة. هي ما بتاخدش أكتر من نص ساعة في الفرن، تحطيها حوالي 25 دقيقة، وبعدين تطلعيها تضيفي الجمبري، وبعدين تضيفي والموتزاريلا، وبعدين تولعي عليها الشواية حوالي 5 دقايق وتطلعيها. شايفين بقى، شايفين الجبنة بقى السايحة والجمبري والمكرونة، يا خبر أبيض يا خبر أبيض، حاجة كده في منتهى الروعة. هيعجبك جدا، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه لو عجبتكم، وتقولي لي نفسكم اعمل لكم ايه لو في دماغكم اي أكلة اعملها لكم. ويا ريت زي ما بقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، يا ريت تفعلي الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. يا ريت تشير لاصحابك على الواتس او على الفيس علشان القناه تكبر بيكو وليكو. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فادي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.